أهلا بكم يا جماعة. أنا أحمد من قناة عبقرينو. أتمنى إن انتوا تدعموني بلايك واشتراك، وإن انتوا تعملوا شير للفيديوهات، ولو مش عايزين تعملوا براحتكم عادي. كفاية فرجتكم عليا. النهاردة هنبتدي درس، بس في البداية نصلي على النبي الأول. حابب النهاردة أتكلم في نقطة شفتها كتير جدا على أي محتوى يوتيوب، وناس كتير قعدت هبدت في الموضوع ده. ازاي ان انت تسرع في قرار المراجعة بتاعت قناتك بعد ما تخلص الادسنس وتجيب ال1000 مشترك وال4000 ساعة مشاهدة والليلة دي كلها. خد بالك من كام نقطة، عشان انت طبعا الحاجات دي امتحنت وتعبت فيها، وطبعا عايز تلاقي ان قناتك تتفعل بقى في الربح، واللي هو نعدي بقى. اليوتيوب في بداية السنة دي عمل تحديثات ان القناة بتاعتك لازم تكون مستوفاة للشروط. بمعنى لو جيت مثلا انت عندك فيديو في القناة عليه حقوق ملكية، بيتضمن حقوق طبع ونشر، اي حاجة بتتضمن حقوق طبع ونشر شيلها من القناة بتاعتك قبل المراجعة. ليه؟ لان ده بيسرع في عملية المراجعة. في ناس كانت بتقول شهر، واستغربت الناس كانت بتقول شهرين. فلما جيت جربت الموضوع بنفسي، القناة بتاعتي اي نعم اترفضت، لكن في خطوة عملتها اللي ما خلتنيش استنى شهر ولا الكلام ده. هي دوب بس 24 ساعة تقريبا، او يوم ونص، حاجة زي كده. فاي حد يقولك ان انت تراسل مديرين اليوتيوب والشغل ده، الشغل ده فاكسان ومفيش الكلام ده طبعا. متخليش حد يضحك عليك ويعشمك بحاجة وتفضل بقى مستني. فلو في عندك اي حاجة في القناة فيها حقوق ملكية فيديو او حاجة، احذفهم، ده قبل ما تعمل طلب مراجعة للقناة. تاني حاجة، لو عندك صور مصغرة اخدها من حد، يعني انت مثلا في صور مصغرة انت المفروض تعملها بنفسك، وهتلاقي فيه كتير، وممكن هنزل فيديو ان شاء الله عن الموضوع ده، ازاي تعمل صورة مصغرة. تمام. اليوتيوب فيه اكتر من فريق مراجعة، يعني بعيد عن السيرفرات في فريق مراجعة. لو فريق المراجعة ده محتار في قناتك عشان في المراجعة، فبيسيبها على بين البنين، اللي هو انت يا يا لا، فبيخلي ناس تانية بقى تراجعها بنفسها، فهم مش هيغلبوا يعني. فده اللي حصل معايا برضو، طلع ان هو محتوى مكرر وحاجات من كده. فالمهم الطريقة دي هي ان انت تفعل الميزة بتاعت التحقق بخطوتين. اهم حاجة ممكن تعملها، هي دي الطريقة الوحيدة اللي خلت اليوتيوب يراجع لي قناتي في 24 ساعة. ده كأن انت عارف ليك حاجز، وحاجز بأولوية، ده الأولوية بتاعتك. فصح كده معايا عشان برضو ايه تخلص نفسك. بس قبل اي حاجة لازم زي ما قلت لك تشيل اي حاجة عليها حقوق ملكية. الصورة المصغرة ما تكونش متاخدة من حد، او حتى لو متاخدة من حد بعدها كامل البعد عن الموضوع ده، لان حاجة زي دي ممكن تخلي القناة بتاعتك ما تفعلش ربح فيها، وتقعد تستنى 30 يوم عشان تقدم عقد الطلب تاني. فيعني فاهم، موال كبير، ما تقعد تستنى بقى، واللي هو اليوتيوب كأنه بيذلك عشان هيديك فلوس، ده اذا اداها لك اصلا. فياريت كل الناس تفهم النقطة دي، لان دي اكتر حاجة مهمة في الموضوع كله يعني. فانا النقطة اللي هي التحقق بخطوتين هعملها لكم في فيديو، تمام؟ هحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. فاتمنى ان انتوا تشوفوه، يعني هي حاجة سهلة مش صعبة، بس انا بحكي لكم التجربة بتاعتي وياريت تستفادوا منها. فياريت يعني لو استفدتوا من الفيديو، لان انتوا متنسوش بالدعم بتاعكم بقى، اللايك والاشتراك بقى والحاجات الحلوة دي. يعني ظبطوني كده يا جماعة، يعني عايز المشاهدات تعلى عشان لما اشوف القناة دي هتتفعل ولا لا، ولا مش هيفعلوها لي زي المرة اللي فاتت. فانا حبيت افيدكم، وان شاء الله يعني في كذا حاجة برضو، فيديوهات هتيجي ازاي ان انت تحقق 4000 ساعة مشاهدة وال1000 مشترك، بس بطريقة مظبوطة انا حققتهم بيها. بعيدا بقى عن الناس اللي هي تحط الاعلان في الفيديو وتخش تقولك ان انت تحط صورة مصغرة ومش عارف ايه. لا، انا هجيبها لك بحاجة مضمونة وهتدعولي بسببها. فريت يعني تفعلوا زر الجرس وتستنوا مني الجديد ان شاء الله.